يعني هل العربية السعودية تسمح لسفيرنا هناك أن يتحدث عن المنطقة الشرقية ومكونات الشعب السعودي وعن تنفيذ عقوبة الإعدام بالضرب على الرؤوس بالسيف وقطع الرقاب وجلد الناس اللي الآن حتى الحيوان لا يقبل جلده في المجتمع الدولي؟ وتقبل الحكومة السعودية ملاحظات سفير العراق هناك على أدائها مثلا؟ نيت لو مقدمتك هذه بتجاوز العقد أنها سبقت كلام اللواء عبد الكريم، لأنه في الواقع ما ذكره اللواء عبد الكريم يحتاج إلى رد. نعم، عندما تفضل. تحدث عن يقول الإعدام في السعودية، نعم عن الإعدام في السعودية، وكأنه يتحدث من دولة اسكندنافية، ونعرف العراق وما يحصل فيه من حقوق الإنسان. نتمنى أن يحظى حقوق الحيوان بمثل ما يحصل حقوق الإنسان هناك كما يحصل الحيوان في العراق. على كل حال هذه من جهة أخرى. لا، هنا دكتور حمدان توضيح فقط لو سمحت لي دكتور حمدان. هو حين تحدث عن هذا الموضوع قال لو تدخل السفير العراقي في السعودية حول هذا الموضوع. أولا لو كان لدينا ميليشيات في السعودية فليتدخل كما يريد، والدولة التي لديها ميليشيات على أرضها لا تحترم نفسها وليست بدولة، فلتحل حكومتها ولتبقى تحت هذه الميليشيات، دعنا نقولها. هذا هو. عندما يخرج إحدى هؤلاء إرهابي الميليشيات على التلفزيون ويقول شرف أنا أغتال سفير، هذا لا يمثل في الواقع، أنا لا أعرف يعني يمثل أي دولة في أي مكان في العالم، أنا لا أفهم هذه الدولة. على كل حال سأعيد إلى تهدئة الأمور. السيد السبهان في الواقع هو لم يحمل سلاح، هو لم يأتي لإنشاء ميليشيات كما فعلت إيران، هو لم يا عزيزي يسرق نفط العراق كما فعلت إيران، هو لم يعمل شيء. تعرف الشيء الوحيد اللي مثل تهديد لإيران ومن يتبع حكومتها أنه الرجل مثل العمق العربي. الشيعة في العراق، شيعة العرب الأقحاح أتحدث عنهم، سبقوا السنة إلى السيد السبهان، يعني كان هناك أخوة العربية عادت بهم شيعة وسنة، وهذا ما نريده. تدخلاتكم في اليمن وضرب الحوثيين بطريقة إثنية ومذهبية حقيرة بكل تحالفاتكم هذه، وقتل شعب لأنه يدافع عن نفسه، وعندهم مشاكل بيناتهم اليمني. ايش دخلكم باليمن؟ ذهابكم للبحرين، تدخلكم الآن في ما دخل هذا الآن في داخل سوريا. ماذا يسمي هذا العالم؟ ما دخل اليمن اليوم؟ ماذا يسميه؟ من أنتم لترسموا المنطقة؟ لكن ليس عندكم رجال. سأوقفكم لحظة، نأخذ فاصل مشاهدينا، فاصل ونواصل هذه الحلقة من ساعة حرة حتى يبدأ. عزيزي حتى تكون عادل، تعرف هذه المشاركة لي الأولى وقد تكون الأخيرة إن لم تعطني حقي في الحديث، والناس كلها تشاهد وتعرف. أنا سأرد على هذا الأفاك الذي أمامك، هذا الذي كان يخدم إيران وخدم الأمريكان بنفسه. هو هذا. نحن رجال غصبا عنك، ولو كنت رجلا لواجهتنا بدون إيران، لكنك تحتمي خلف إيران، ولكن سندوسك أنت وإيران والأيام بيننا. هذه أولا. ثانيا، إذا تحدثت عن هذا الموضوع أرجو أن لا يذهب ويهرب من الموضوع ليتحدث عن اليمن ويتحدث عن ما إيران بنفسها قالت أنها تحتلكم، وقالت أنها في عاصمة الدولة الساسانية، ولم تقل كلمة واحدة. لقد سكت مثل المرأة، والآن تريد أن تعلمنا. نحن بلاد الحرمين، إذا لم تعرف نحن قبلة المسلمين، وهذا هو مكاننا. إذا لا تعرف ما معنى قبلة الإسلام فأنت جاهل، لأنك لا تعرف ما هو الإسلام. هذا أولا. ثانيا، سليماني ماذا يفعل لديك؟ ماذا يفعل تقول؟ من يأمركم؟ أصبحتم عبيدا لطهران، لستم رجالا. أين إيران؟ أين عراق الزمن الماضي الذي كان يرسم، التي كانت إيران تخشاه وكانت تسجد له؟ الآن أصبحتم أنتم من يسجد لإيران. تبا لك إذا كنت سعيد بهذا أن تكون عبدا لا، هذا غير مقبول أبدا، غير مقبول هذا المنطق. فهو هذا قدر. يعني ممكن احنا في العراق بإمكاني أن أنتقد العبادي ومعصوم وبرزاني وأي اللي كان إذا أخطأ، ونقوم وفق حقائق بتوضيح الأمور للرأي العام. هذا غير موجود في السعودية، ودائما يتهمون العراق أنه تابع إلى إيران. لا إيران ولا الأكبر من إيران ولا أنتم ولا الأمريكان قدروا يبتلعون العراق. العراق لا يبتلع، العراق ليس تابع، العراق سيد نفسه، والعراق بلد ديمقراطي. أنتم الآن لا تستطيع لا أنت ولا آخرين من انتقاد الملائكة اللي هم 31,000 أمير وأميرة في المملكة بكلمة واحدة.
أنا أريد أن أقول له: لماذا أنتم حشرتم أنفسكم أنتم وإيران عندما تم إعدام الإرهابي النمر؟ لماذا تسمحون لأنفسكم ولا تسمحون لنا بأن نتحدث؟ هذه واحدة، بل وكنتم تكتبون على الأسلحة النمر وتستخدمونه أمام التلفزيون وإرهابي، وواضح كل ذلك. تتحدث عنك في بلد ديمقراطي. أي ديمقراطية الله يرحم والديك؟ ما يحصل على أرضك هو ضياع. إذا كانت هذه الديمقراطية فأقسم لك لا أحد يريدها، قتل، نهب، سلب، خراب، فساد. تسمي هذه؟ استح على وجهك يا رجل، اخجل مما تقول. مرة أخرى يقول البدوية: يا سيدي هل تظن نفسك من جبال الألب أو تظن نفسك من دول اسكندنافية؟ كل العراق صحراء ومصر صحراء، كلكم بدو مثلنا. دعونا من هذا التعالي وتنظرون أنفسكم وكأنكم نزلتم من السماء. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض، وعلي بن أبي طالب والصحابة كلهم. دعونا من هذه الكلام الفاضي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب، تحدثوا بمنطقية، تحدثوا بعقل، كونوا عودوا إلى عمقكم العربي، ابحثوا عن مصالحكم، لا تكونوا خلف إيران. والله ستذيقكم الأمرين وتستعبدكم وتفقركم أكثر مما أنتم عليه. إن لم تغيروا سياساتكم وتكونوا لها تابعين فستذوقوا الويلات، والناس لن تسكت لكم. لا تتوقع أن الناس ستصمت يوما من الأيام. طيب. الناس سيقومون بعمل ميليشيات مثلكم لأنكم أنتم من أجبرتوهم، وسيقومون عليكم. والله عندها ستفر إيران ولن تستطيع حمايتكم. نعم. وبعدها ولا تمنص، ستندمون على ذلك إذا بقيتم خلف إيران ومن معها. نعم. وأنت لو كنت رجل اذهب إلى اليمن وأبقى معهم وستعرف ماذا سيحصل لك. نعم. اذهب إلى هناك، اخرج وساعدهم، أنت لواء، ساعدهم إلى اليمن، اذهب على ساحات القتال في اليمن. نعم. اذهب، دكتور دعنا حمدان، نراك هناك.